want me to intervene? Okay, I'm intervening. I'm intervening. Sister Violet, let go of your brother. عاوز تتكلم انجليزي زي الامريكان؟ Forget the books. Listen to how they really talk. Subscribe. اهلا بكم يا شباب في حلقه جديده من قناه انجلش فور مور فان. في القناه دي بناخد مشاهد حقيقيه من الافلام والمسلسلات وبنتعلم منها الانجليزي اللي الامريكان بيستخدموه في حياتهم كل يوم. النهارده معانا مشهد جديد من فيلم The Incredibles. لو هدفك تتكلم انجليزي بطلاقه صدقني القناه دي فيها محتوى هيوصلك لهدفك اسرع. تخيل في كل مشهد بنتعلم كلمات ومصطلحات وتعبيرات بيستخدموها كل يوم في حياتهم، يعني الكلام اللي محتاجين نعرفه عشان نتكلم زيهم اكيد هيقابلنا في مشهد من المشاهد. فيا ريت تشترك وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي حلقه، واللي هيفضل مكمل معانا ليه عندي مفاجاه في اخر الحلقه. صلى على النبي and let's get the show on the road. Bob, it's time to engage. Do something. Don't just stand there. I need you to intervene. engage ليها معاني كتير حسب سياق الكلام. يعني هنا مثلا معناها يشارك او يكون جزء في حاجة معينة. بتقوله Bob it's time to engage. يا باب انه الوقت انك تشارك تكون جزء في اللي بيحصل ده. الولاد بيتخانقوا، حتى كملت وقالت do something افعل شيئا ما، اعمل حاجة. don't just stand there لا تقف هناك فقط، ما توقفش كده بس، اعمل حاجة. تعال نستخدم engage في مثال عشان نعرف نستخدمها. ممكن نقول مثلا she always engages in class discussions. class discussions هي مناقشات الفصل، المناقشات اللي بتحصل في الفصل بين الطلاب والمدرس اسمها class discussions. class discussions. She always engages in class discussions. يعني هي دايما بتشارك في مناقشات الفصل. She always engages in class discussions. ممكن برضو نسمعهم في الأفلام بيستخدموا كلمة engage في سياق عسكري بمعنى يهاجم أو يشتبك معه. يعني مثلا القائد هنا راكب الهليكوبتر وبيقول للجنود I need you to engage the targets. I need you to engage the targets. يعني أنا محتاجكم تهاجموا أو تشتبكوا مع الأهداف. يهاجموا أو يشتبكوا مع الأهداف اللي في الموقع. يعني اسمع كده I need you to engage the targets. I need you to engage the targets. I need you to engage the targets. حتى الممثل هنا كمان هيقول We continued to engage the British. We continued to engage the British. يعني نحن واصلنا الاشتباك مع البريطانيين. The British أو the British يعني البريطانيين اللي هم من بريطانيا. يعني اسمعوا كده We continued to engage the British. We continued to engage the British. We continued to engage the British. وكمان ممكن تسمع جملة engage the enemy كتير قوي في الأفلام، زي البنت ما هتقول هنا tell them not to engage the enemy. tell them not to engage the enemy. أخبرهم ألا يشتبكوا مع العدو. tell them not to engage the enemy. اسمعها كده Tell them not to engage the enemy. Tell them not to engage the enemy. Tell them not to engage the enemy. طيب intervene أو intervene دي معناها يتدخل عشان يمنع أو يغير حاجة بتحصل. يعني مثلا الشورت اللي هنشوفه دلوقتي ده هيلاقي اتنين بيتخانقوا فهيقول Are we gonna have to intervene here? Are we gonna هل نحن سوف have to intervene here نضطر إننا نتدخل هنا؟ هل سيتعين علينا إننا نتدخل هنا؟ نتدخل ونوقف الموقف اللي بيحصل ده؟ Are we gonna have to intervene here؟ اسمعوا كده Are we gonna have to intervene here? Are we gonna have to intervene here? Are we gonna have to intervene here? طيب يبقى كده هيلين بتقول Bob, it's time to engage. Bob, it's time to engage. يا باب إنه الوقت إنك تشارك في اللي بيحصل ده. Do something. Don't just stand there. I need you to intervene. Do something. Don't just stand there. I need you to intervene. اعمل حاجة، ما توقفش هناك كده بس، أنا أحتاجك أن تتدخل وتوقفهم. فهو بقى هيقول لها You want me to intervene? Okay, I'm intervening. I'm intervening. Sister Violet, let go of your brother. let go ده فعل مركب phrasal verb معناه يسيب أو يفلت. لما أقول let go of كذا يعني يسيب أو أفلت كذا. يعني ممكن أقول لك جملة إن شاء الله ما تخليكش تنسى المعنى ده ونقول مثلا She let go of the rope and fell on the ground. rope يعني حبل. fell الماضي بتاع fall يعني يسقط أو يقع. She let go of the rope يعني هي سابت الحبل and fell on the ground ووقعت على الأرض.
She let go of the rope and fell on the ground. اسمع كده بيستخدموها ازاي في الافلام. Can you let go, please? 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 Please let go of me. 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 حلو. يبقى let go معناها يسيب او يفلت حاجة ماسكها مثلا. هنلاقيهم برضو في الافلام بيستخدموا let go بمعنى يسيب او يترك، ولكن يسيب او يترك حاجة معنوية مش حاجة ملموسة، زي مثلا تسيب او تتخلص من خوف معين او تترك حاجة حصلت في الماضي. يعني مثلا الست اللي هنسمعها دي هتقول you better learn how to let go of the past. you better دي بستخدمها لما احب انصح او احذر حد، بمعنى من الأفضل أن you better learn من الأفضل أن تتعلم how to let go of the past، يعني كيف تسيب الماضي. هي بتنصحه وبتقوله من الأفضل ليك إنك تسيب الماضي، تترك الحاجات اللي حصلت في الماضي. يعني you better learn how to let go of the past. اسمعها كده. You better learn how to let go of the past. You better learn how to let go of the past. You better learn how to let go of the past. على فكرة يا أصدقائي you better كانت في الأصل you had better، ثم اختصرنا had وقلناها you'd better وما سكتناش على كده، شلنا had خالص وقلنا you better والتلاتة نفس المعنى، من الأفضل أن. بستخدمها عشان أحذر حد أو أنصحه. استخدم أي واحدة فيهم زي ما تحب. وعشان نتأكد تعالى نسمع كده. You'd better know what you're doing. 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 You would better do it soon. 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 حلو. يبقى بتقول له you better learn how to let go of the past، يعني من الأفضل أن تتعلم إزاي تسيب الماضي، إزاي تسيب الحاجات اللي حصلت في الماضي عشان تعرف تكمل. يعني تعال نشوف مثال كمان عشان نفهم المعنى أكتر. البنت هنا هتقول let go of your fear now. let go of your fear now. fear يعني خوف. let go of your fear now يعني يسيب أو اترك خوفك الآن. let go of your fear now. اسمعها كده. Let go of your fear now. Let go of your fear now. Let go of your fear now. جميل أوي. يبقى بوب قال you want me to intervene. you want me to intervene. انت عاوزاني أتدخل؟ okay I'm intervening. تمام أنا بتدخل أهو. هيلين بقى قالت إيه؟ Violet let go of your brother. Violet let go of your brother. Violet ده اسم بنتها اسمها Violet. وبالمناسبة Violet بالانجليزي يعني زهرة البنفسج اللي هي دي، زي بالعربي لما تسمي بنتك ياسمين او جاسمين، ما دي زهرة برضو. المهم قالت لها let go of your brother. let go of your brother يعني سيبي اخوكي. let go of your brother. طبعا لما جرس الباب رن الطفل قال hello. هنا مش تحية، ما فيش حد يقول له مرحبا اصلا، هو هنا بيستغرب مين بيرن الجرس يعني. You want me to intervene? Okay, I'm intervening. I'm intervening. Sister Violet, let go of your brother. You want me to intervene? Okay, I'm intervening. I'm intervening. Sister Violet, let go of your brother. خلينا نكمل. Get the door. Hey, Lucian! Hey, Speedo. Hey, Helen. Bye. Jack. get the door ده تعبير مستخدم كتير جدا، معناه زي ما بنقول بالعربي روح افتح الباب او شوف مين على الباب. يعني مثلا في مسلسل فريندز هنا راس وجوي كانوا بيتخانقوا على حاجة معينة كده، فجوي قال لتشاندلر tell him يا تشاندلر اخبره، قول له يا تشاندلر ان انا صح. فطبعا تشاندلر لو قال له ان هو صح راس هيزعل، ولو وقف مع راس وقال ان راس هو اللي صح فجوي هيزعل. فهيعمل ايه بقى؟ هيحاول يهرب منهم هما الاتنين عشان محدش يزعل منهم. فهيقول ايه؟ let me get the door first. let me get the door first يعني خلينا اشوف مين اللي على الباب الاول. مفيش حد خبط اصلا على الباب وهو بيهرب منهم عشان ما يزعلش حد فيهم. حتى لما هيفتح الباب هيقول oh hi no one. oh hi لا احد. اسمعوا كده. Chandler, tell him. Let me get the door first. Oh, hi, no one. Chandler, tell him. Let me get the door first. Oh, hi, no one. Chandler, tell him. Let me get the door first. Oh, hi, no one.
حلو. فبوب قال لابنه get the door get the door get the door يعني يروح يفتح الباب. فلقى لوشيوس على الباب فقال له hey لوشيوس. فرد لوشيوس وقال hey سبيدو. سبيدو ده نيك نيم أو لقب للولد اللي فتح الباب، حتى جاية من كلمة speed يعني سرعة، فهو مطلع عليه لقب سبيدو لأنه سريع. القوة الخارقة بتاعته إن هو سريع. وبالمناسبة سبيدو هي ماركة شورت سباحة للرجال، يعني الممثل اللي هنشوفه ده هيقول لصاحبه اللي في حمام السباحة Are you wearing a speedo Eddie? Are you wearing a speedo Eddie؟ يعني هل أنت لابس سبيدو يا إيدي؟ Are you wearing a speedo Eddie؟ وده شكله. اسمع كده. Are you wearing a speedo, Eddie? 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 حلو. فبيقول له Hey speedo. Hey Helen. Vi اختصار لي Violet. Jack ده اسم الولد الصغير، اسمه جاك. Get the door. Hey, Lucius! Hey, Speedo. Hey, Helen. Bye. Jack. بص بوب هيقول له ايه؟ هيقلش عليه دلوقتي. Nice of you to drop by. Never heard that one before. drop by. عارف لما تقول لحد ابقى عدي عليا بالليل، هو هيعدي عليا في المكتب بكره. يعدي دي بالانجليزي هي drop by يعني يعمل زيارة سريعة كده لحد، وعادة ما بتكونش مترتبة قبلها. يعني ممكن اقول لك مثلا I just dropped by to give you this letter. I just dropped by to give you this letter يعني رسالة مكتوبة أو جواب. I just dropped by to give you this letter يعني أنا عديت بس عشان أديك الجواب ده. I just dropped by to give you this letter. طيب اسمع كده. We're still at the restaurant if you wanted to drop by. We're still at the restaurant if you wanted to drop by. We're still at the restaurant if you wanted to drop by. We're still at the restaurant if you wanted to drop by. I'll drop by your office later. 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 حلو. فبوب بيقول له nice of you to drop by. هو طبعا بيهزر معاه، كان المفروض يقولها كده nice of you to drop by. nice مش ice. nice of you to drop by لطف منك انك عديت، من اللطافة انك عديت تشوفني يعني. ice يعني تلج او جليد، فكأنه بيقوله بالعربي تلج منك انك عديت، عشان هو عنده قوة خارقة بيحول المية لتلج زي ما هنشوف كمان شوية. فهو بيهزر معاه يعني وبيلعب بالكلام. كلمة ice شبه nice، فبدل ما يقول nice قال ice، بيقلش عليه يعني بيهزر. فرد عليه وقال له ها never heard that one before. never heard that one before. ها عمري ما سمعت دي قبل كده. انت بتستظرف ولا ايه؟ ده انت بتستظرف يا ابن الظريفة. تعال نسمعه تاني كده ونشوف هو بيتك على كلمة ice. Nice of you to drop by. Never heard that one before. Nice of you to drop by. Never heard that one before. طيب بص داش او الولد هيعمل ايه؟ Oh, I like it when it shatters. طيب بصوا يا شباب، كلمة shatter معناها يتحطم أو يتكسر. زي مثلا لما أقول لك the window shattered. the window shattered يعني النافذة تحطمت أو اتكسرت، زي ما حضرتك شايف في الصورة كده اتكسرت لقطع صغيرة. ممكن برضو استخدمها مع الحاجات المعنوية، يعني زي ما بنقول بالعربي مثلا قلبها اتكسر بعد الانفصال. سؤال، هل قلبها اتكسر لقطع صغيرة؟ لا، قلبها اتكسر معنويا، فهنقولها كده بالانجليزي her heart shattered after the breakup. her heart shattered after the breakup يعني قلبها اتكسر أو تحطم بعد الانفصال. her heart shattered after the breakup. حلو، يبقى shatter معناها يتكسر أو يتحطم، سواء حاجة ملموسة زي زجاج أو حاجة معنوية زي قلب أو مشاعر أو أي حاجة. طيب ممكن برضو أستخدم shatter بمعنى يكسر أو يحطم حاجة، سواء حاجة ملموسة أو معنوية. يعني في المثال اللي هنشوفه من الأفلام ده الممثل هيقول somehow you shattered the glass. somehow you shattered the glass. somehow يعني بطريقة ما. somehow you shattered the glass يعني بطريقة ما أنت كسرت الزجاج. اسمعوا كده. Somehow you shatter the glass. 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 ده معناه يكسر أو يحطم حاجة ملموسة. طيب البنت اللي هنسمعها دي هتقول No one has the power to shatter your dreams.
power هنا معناها قدرة أو قوة. No one has the power. لا أحد لديه القدرة. To shatter your dreams. To shatter your dreams. أن يحطم أحلامك. No one has the power to shatter your dreams. اسمعها كده. No one has the power to shatter your dreams. No one has the power to shatter your dreams. No one has the power to shatter your dreams. إذن ده المعنى المعنوي. shatter your dreams يعني يحطم أحلامك. أكيد مش هيمسك أحلامك يقطعها لحتت صغيرة كده. ده معنى معنوي مش ملموس. تمام كده؟ حلو. يبقى جامد المية والولد قال له I like it when it shatters. I like it when it shatters. يعني أنا بحبها لما تتكسر. بحب أشوف التلجة دي تتكسر ما كنتش عاوزك تمسكها. Oh, I like it when it shatters. Oh, I like it when it shatters. Oh, I like it when it shatters. بوب هيقول له هنا I'll be back later. Hey, where are you two going? It's Wednesday. be back ده فعل مركب مستخدم كتير جدا في الأفلام بمعنى يرجع أو يعود. يعني مثلا ممكن أقول لك we'll be back before dinner. we'll be back before dinner يعني هنرجع قبل العشاء. we'll be back before dinner. أو ممكن أقول I'll be back in a minute. I'll be back in a minute يعني سأعود في غضون دقيقة. I'll be back in a minute. طيب later يعني بعدين أو فيما بعد أو لاحقا. later. فبوب قال I'll be back later. I'll be back later. سأعود لاحقا. هرجع بعدين. فمراته قالت Hey, where are you two going? Hey, where are you two going? إلى أين أنتما ذاهبان؟ أنتوا الاتنين رايحين فين؟ فقال لها It's Wednesday. إنه الأربعاء. ده يوم الأربعاء. I'll be back later. Hey, where are you two going? It's Wednesday. I'll be back later. Hey, where are you two going? It's Wednesday. I'll be back later. Hey, where are you two going? It's Wednesday. هيلين بقى هتقول له Oh, bowling night. Say hello to honey for me, Lucius. Well, we'll do. Good night, Helen. Good night, kids. bowling هي اللعبة دي اسمها bowling. say hello to كذا يعني يسلم على كذا. اسمع كده. Son, say hello to Edna. Son, say hello to Edna. Son, say hello to Edna. I just dropped by to say hello. 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 فهي بتقول bowling night. ليلة البولينج. شكلها ما بتحبش اللعبة دي. يوم الأربعاء ده انتوا بتروحوا فيه تلعبوا بولينج. وكملت say hello to honey for me Lucius. say hello to honey for me Lucius. سلم لي على honey من أجلي يا لوشيس. إيه من أجلي دي؟ إيه for me دي؟ for me أو من أجلي هنا زي ما بنقول كده سلم لي على محمد عشاني والنبي. شفت عشاني دي أو من أجلي هي دي for me. say hello to honey for me Lucius. honey دي مرات لوشيس. فهو قال لها will do. سأفعل. هسلم لك عليها يعني. good night Helen. good night Helen. ليلة سعيدة يا Helen. good night kids. good night kids. ليلة سعيدة يا أطفال. Oh, bowling night. Say hello to honey for me, Lucius. Well, we'll do. Good night, Helen. Good night, kids. Good night, Helen. Good night, kids. Good night, Helen. Good night, kids. بص بقى هيلين هتقولي لابنها Don't think you've avoided talking about your trip to the principal's office, young man. avoided الماضي بتاع avoid يعني يتجنب أو يتفادى. اسمع كده. Maybe we should avoid talking about politics. 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 Why are you avoiding me? Why are you avoiding me? Why are you avoiding me? The principal هو مدير المدرسة. The principal. حتى اسمع الولد هيقول ايه كمان شوية بعد ما عمل مشكلة في المدرسة وأبوه رايح للمدير. And the principal called my dad. And the principal called my dad. And the principal called my dad. The principal's office هو مكتب المدير. The principal's office. فهي بتقول له Don't think you've avoided talking about your trip to the principal's office, young man. Don't think you've avoided talking about your trip to the principal's office, young man. لا تعتقد انك
تجنبت الحديث عن رحلتك لمكتب المدير. انت عارف ان كلمة trip يعني رحلة، وعادة الكلمة دي بتستخدم في سياقات لطيفة، مثلا a trip to Paris رحلة لباريس، a trip to the beach رحلة للشاطئ. لكن هنا هي استخدمتها بطريقة ساخرة، لأن مكتب المدير عادة بيكون مكان للعقاب والتوبيخ، مش حاجة حلوة خالص. فهي بتقوله رحلتك لمكتب المدير حاجة كده زي بتعايره عشان يحس بالمشكلة اللي بسببها راح لمكتب المدير. وقالت له في الآخر young man. كلمة young يعني شاب، وman يعني رجل. young man بيستخدمها الأمريكان دايما لما يكون شخص كبير بيكلم ولد أو مراهق بنبرة حادة شوية، بمعنى يا شاب. طيب ليه ما قالتش كلمة زي boy يا ولد؟ لأن boy فيها إهانة أكتر. أنت لو بتكلم مراهق شايف نفسه إن هو كبير، لو قلت له يا ولد هيعتبرها إهانة طبعا، وهيحس إن هو مش صغير عشان تقول له يا ولد. فقالت له young man يعني يا شاب، عشان يكون الكلام جاد أكتر من غير ما تهينه أو تقلل منه، ولكن في نفس الوقت هي بتوبخه. انت المفروض ما كنتش رحت المكتب المدير. نفس الكلام برضو مع البنات، بدل ما تقول girl يا بنت، هنشوفها كمان شوية بتقول لبنتها young lady. lady يعني سيدة، young lady يعني سيدة شابة أو يا شابة، هنسمعها كمان شوية. فهي بتقول له Don't think you've avoided talking about your trip to the principal's office, young man. Don't think you've avoided talking about your trip to the principal's office, young man. Don't think you've avoided talking about your trip to the principal's office, young man. ما تفكرش انك تجنبت الكلام عن رحلتك للمدير يا شاب. وهتكمل وتقول له Your father and I are still gonna discuss it. I'm not the only kid who's been sent to the office, you know. discuss يعني يناقش، منها discussion يعني مناقشة. فاكر في الأول قلنا class discussions يعني مناقشات الطلاب في الفصل، فدي الفعل منها بقى discuss يناقش. شوف كده بيستخدموها ازاي في الأفلام. We're all here to discuss this together. 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 I discussed it with your father last night. 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 فهي هنا بتقول له Your father and I are still gonna discuss it. Your father and I are still gonna discuss it. يعني أبوك وأنا ما زلنا سنناقشها، يعني لسه هنتناقش معاك في موضوع ذهابك لمكتب المدير. عملت إيه غلط عشان تروح لمكتب المدير؟ فقال لها I'm not the only kid who's been sent to the office, you know. I'm not the only kid. أنا لست الطفل الوحيد. Who's been sent to the office, you know. Who has been sent? Who's been sent? Who's been sent to the office, you know. اللي اتبعت أو تم إرساله للمكتب. مش أنا الطفل الوحيد اللي تم إرساله لمكتب المدير، يعني في أولاد تانية تم إرسالهم برضو. هو شايف إن هو مش غلطان لوحده، في ناس تانية بتغلط برضو. Your father and I are still gonna discuss it. I'm not the only kid who's been sent to the office, you know. Your father and I are still gonna discuss it. I'm not the only kid who's been sent to the office, you know. Your father and I are still gonna discuss it. I'm not the only kid who's been sent to the office, you know. بص هتقول له إيه؟ Other kids don't have superpowers. Now, it's perfectly normal. Normal? Other kids الأطفال الآخرون don't have superpowers ليس لديهم قوة خارقة. الأطفال التانيين ما عندهمش قوة خارقة زيك. Now, it's perfectly normal وطبعا بنتها قطعتها. Perfectly يعني تماما أو جدا. Perfectly normal يعني طبيعي أو عادي. Now, it's perfectly normal دلوقتي طبيعي جدا. وكانت لسه هتكمل، بنتها قالت normal طبيعي عادي، وهتكمل وتقول لها What do you know about normal? What does anyone in this family know about normal? شوف اتكت على you ازاي وقالت What do you know about normal? ماذا تعرفين أنت عن الطبيعي؟ What does anyone in this family know about normal? What does anyone in this family know about normal? ماذا يعرف أي أحد في هذه العائلة عن الطبيعي؟ إحنا كلنا مش طبيعيين وعندنا قوة خارقة. What do you know about normal? What does anyone in this family know about normal? What do you know about normal? What does anyone in this family know about normal? What do you know about normal? What does anyone in this family know about normal? لما لقيت صوتها عالي بص هتقول لها إيه؟ Now, wait a minute, young lady. We act normal, Mom. I want to be normal. Now, wait a minute, young lady. انتظري قليلا يا شابة. لو قالت لها Now, wait a minute, girl.
كأنها بتقول بالعربي انتظري قليلا يا بنت، فيها إهانة للبنت أكتر. Now wait a minute young lady. طيب act normal ده تعبير مستخدم في الأفلام بمعنى يتصرف بشكل طبيعي أو يتظاهر إنه طبيعي. مثلا اتنين دخلوا محل ملابس وواحد منهم سرق تيشيرت وحطه في جيبه، فجأة لقوا شرطي داخل عليهم، فصاحب الحرامي ده قال له مثلا act normal, don't let him know we're hiding something. act normal, don't let him know we're hiding something. يعني تصرف بشكل طبيعي، تظاهر إنك طبيعي، ما تخلوش يعرف إننا مخبيين حاجة. act normal, don't let him know we're hiding something. حلو، يبقى act normal معناها يتصرف بشكل طبيعي أو يتظاهر إنه طبيعي. حتى اسمع البنت دي هتقول إيه كده. All you have to do is act normal, okay? All you have to do is act normal, okay? All you have to do is act normal, okay? All you have to do is act normal, okay? Please just do me a favor and try to act normal. Please just do me a favor and try to act normal. Please just do me a favor and try to act normal. حلو، فهي هنا بتقول لوالدتها We act normal mom. We act normal mom. احنا بنتظاهر اننا طبيعيين يا ماما. I wanna be normal. انا عاوز اكون طبيعية. اسمعها تاني كده. Now wait a minute young lady. We act normal, Mom. I want to be normal. Now wait a minute young lady. We act normal, Mom. I want to be normal. Now wait a minute young lady. We act normal, Mom. I want to be normal. هتكمل وتقول The only normal one is Jack Jack, and he's not even toilet trained. toilet trained. toilet trained دي صفة بستخدمها دايما مع الأطفال الصغيرين بمعنى متعلم يستخدم الحمام، بيعرف يستخدم الحمام يعني ما بيلبس حفاضة أو بامبرز. فهي بتقول The only normal one is Jack Jack. The only normal one is Jack Jack. الشخص الطبيعي الوحيد هو Jack Jack. And he's not even toilet trained. And he's not even toilet trained. وهو حتى مش متعلم يستخدم الحمام، يعني من كتر ما هو طبيعي ومش غريب زينا ما بيعرفش يستخدم الحمام وبيلبس حفاض زي الأطفال الطبيعيين. The only normal one is Jack Jack, and he's not even toilet trained. The only normal one is Jack Jack, and he's not even toilet trained. The only normal one is Jack Jack, and he's not even toilet trained. بص بقى الداش أو الولد هيقول إيه هنا؟ Lucky. Oh, I meant about being normal. lucky يعني محظوظ. الفكرة هنا ليه لما قال lucky أمه وأخته بصوله كده، لأن قصده إن جاك محظوظ إنه بيعملها في حفاض وقت ما يحب ومش مضطر يدخل حمام ويتعب نفسه. فلما بصوله باستغراب قال I meant about being normal. I meant about being normal. meant الماضي بتاع mean يقصد أو يقصد. I meant about being normal يعني قصدت بشأن كونه طبيعي. أنا قصدي إنه محظوظ عشان هو شخص طبيعي، ما تفهمونيش غلط. اسمعها تاني كده. Lucky. Oh, I meant about being normal. مفاجأة الحلقة، هقول لك نكتة بالإنجليزي ونتعلم منها حاجات جديدة. لو حضرتك من الناس اللي كانت فاكرة إني هوزع أيفونات مثلا، أحب أقول لك يا صديقي إننا عاملين رابط باي بال في أول تعليق تحت الفيديو عشان الناس تدعمنا نشتري كاميرا جديدة. تقول لي وزع أيفونات؟ اتق الله، إحنا مش أبو فلة اللي عنده ما شاء الله ملايين المتابعين، وصدقني لو وصلنا لملايين المتابعين أكيد هوزع أيفونات زيه، أكيد هوزع اللي الناس محتاجاها. المهم نكتة النهاردة. Alright, listen to this one. Why don't skeletons fight each other? Because they don't have the guts. النكتة حلوة، بلاش تشتم في سرك. خلينا أوضح لك بسرعة كلمة guts. كلمة guts معناها الحرفي في الإنجليزي يعني أحشاء، الأحشاء الموجودة في الجسم. يعني مثلا ممكن أقول لك He threw the chicken guts outside. He threw the chicken guts outside. يعني هو رمى أحشاء الفرخة برا. He threw the chicken guts outside. حلو، guts معناها أحشاء، ده المعنى الحرفي بتاعها. ولكن الأمريكان بيستخدموها مجازا في تعبير مجازي بمعنى شجاعة. يعني لما حد يقول لك مثلا You don't have the guts to do this. You don't have the guts to do this. يعني أنت ما عندكش الشجاعة إنك تعمل ده. You don't have the guts to do this. فهنا النكتة بتلعب على المعنيين. الهياكل العظمية skeletons ما بتتخانقش مع بعض ليه؟ لأنهم ما عندهمش guts، لا أحشاء ولا شجاعة. بايخة، أنا عارف إن هي بايخة، بس هم دي النكت بتاعتهم. So again, why don't skeletons fight each other? Because they don't have the guts. قولها لحد من صحابك ولو اتخانق معاك أنا ماليش دعوة. طيب المشهد كامل في قناتنا على تيليجرام.
لو حابين نعمل حلقات اكتر من الفيلم ده يا ريت تقولي في التعليقات. صل على النبي واشوفك باذن الله في الحلقه الجايه. وما تنساش تقولي نقول نكته تانية في الحلقات الجايه ولا خلاص كده قفلت معاك. السلام عليكم. Subscribe.